بعد الريفيوهات الجميلة دي وإن ناس كتير جدًا يا دكتور بتيجي من بلاد برّه علشان تعمل الزراعة هنا عند حضرتك أو زراعة أو حاجات تجميلية أو يعني أي حاجة أخرى. تمام. عايزين نسأل حضرتك دلوقتي، هل دلوقتي مصر بقت فعلًا واجهة للسياحة العلاجية؟ وإيه اللي بيميز مصر يعني في مجال السياحة العلاجية؟ بُص، اللي بيميزنا جدًا دلوقتي إحنا بقينا فعلًا واجهة للسياحة العلاجية إمم، للأسنان ولزراعة الأسنان والعمل الفينير اللي هو التجميلي للأسنان، إمم، لأن إحنا بقى عندنا أعلى تكنولوجي في الأجهزة، أعلى تكنولوجي للخامات، الخبرات الكفاءات العالية جدًا للدكاترة النهارده في مصر يعني. يعني إحنا ما شاء الله يعني عندنا بقى staff دلوقتي مثلًا عندي أنا باتكلم على عيادتي يعني تمام، كامل في كل إمم، حاجة، خبرة أكتر من 15 و20 سنة الناس بتشتغل في علاج الجذور، الفينير، الزراعة، التركيبات، المعمل، كل حاجة، كل حاجة، الأشعة، يعني عندنا كل التخصصات، يعني يا عندي دكتور أطفال، عندي تقويم، إمم، عندي دكتورة تقويم رائعة، إمم، أستاذة في الجامعة، بنعمل حالات تقويم جامدة جدًا وصعبة إمم، جدًا، يعني والشباب صغيرين، فيعني بنبقى يعني الموضوع بيبقى إمم، حساس جدًا يعني. إمم. بنعمل حالات زراعة كاملة للفك دلوقتي، ما بقيناش نعمل بقى زرعة وزرعتين، ماشي أوكي لو زرعة أو يعني على ضرس أو حسب الحالة ضرسين، طبعًا، طبعًا إمم، بنعملها، لكن بقينا متميزين أوي في زراعة الفك الكامل، إمم، اللي هو all in 4 all in 5 all in 6 إمم. يعني على 5، 6 زرعات، بنعمل ل8 زرعات، ده بقينا متميزين إن إحنا بقينا ماشيين الموضوع كله بنظام أو ببروتوكول ديجيتال، يعني ما فيش تدخُّل خالص من بشري. الأيدي العاملة، إمم، ما فيش إمم، بشري خالص، إمم، إمم. كله ديجيتال بينقل من خطوة لخطوة ديجيتال. الدكتور ما عليه غير إن هو بيعرف يستعمل أو يستخدم التكنولوجي الحديث ده. يوظّف التكنولوجيا دي بالضبط صح. كده، يعرف بإيده يوصّلها إمم، بخبرته يشتغلها، إمم، إمم. ويتغلب طبعًا أي حاجة drawbacks ممكن يعني الحقيقة يا تحصل يعني. دكتور مؤخرًا بقينا بنسمع عن ناس كتير في الخارج بتقول لأ أنا هاجي مصر عشان عندي مشكلة في أسناني، سواء بقى هاعمل زراعة، هاعمل تجميل، عندي مشكلة في الفلجات، يعني أي تمام، مشكلة ما هو باقول لحضرتك دلوقتي بقينا فعلًا إحنا متميزين في موضوع السياحة العلاجية، إمم، لأن إحنا برضه عندنا بندّي أمان وضمان للمريض. بالضبط. يعني إحنا هو في الشرق الأوسط عمومًا إمم، كنا إحنا ولبنان وتركيا، دلوقتي يعني صفصفت على إحنا وتركيا، إمم. لأن ودبي طبعًا، بس دبي آه. أسعارها يعني أكيد أعلى مختلفة عننا بكتير، شوية فدلوقتي بيننا وبين تركيا، إمم، بس يعني ناس كتيرة بتجيني تقول لي مثلًا من أستراليا، يعني إمم، بيجوني هم الأتراك بيعملوا دعاية جامدة في أستراليا، وفي أمريكا وكده، وفي كندا، إمم. يقولوا لي إحنا صاحبتنا أو قريبتنا وراحت عملت في تركيا ورجعت بس ما عرفتش تتواصل معاهم تاني وحصل مشاكل ومش عارفة تكلمهم ومش عارفة ترجع لهم، يعني برضو الأمان هنا في مصر والضمان إمم. بالنسبة للمصريين اللي عايشين بره للدكاترة في مصر طبعا يعني أحسن بكتير. يعني حضرتك كمان تقصد لو مثلًا حد عمل أي حاجة وسافر، يقدر يرجع يتواصل مع حضرتك مرّة بالضبط أخرى. كده، ده أنا بالعكس لو بعد آه، الشر بعد الشر حصل له حاجة في إمم، أمريكا أو في كندا أو في أستراليا، إمم، ليّا دكاترة أصدقائي هناك، ممكن يعملوا حاجات بسيطة كمعالجات بسيطة للموقف يعني، لغاية لمّا لحد ينزل ما يرجع مصر الزيارة تاني القادمة. ونكمّل له. آه، فاللي أنا عايز أقوله إن هنا في مصر في برضه ارتياح نفسي أكيد بالنسبة طبعًا، للعلاج، طبعًا، مع التقدُّم التكنولوجي إمم، في مصر والدكاتره الخبره إمم. والتكنولوجي الاجهزه والخامات وكل حاجه، فخلاص بقينا احنا فعلا بن ايه بن 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 يعني بنوازن بين الحالتين، اللي هو العلاج الخطه العلاج المظبوطه والارتياح النفسي والضمان للمريض. يعني هنا حضرتك بتقدّم للمريض خدمتين، نقدر نقول خدمة نفسية وخدمة مادية بالظبط برضه، كده، عشان يقدر يوازن ما والضمان بين يعني انا الاتنين بضمنها طبعًا. له إمم. طب دي يعني خبر حلو جدًا يا دكتور بجد، وبيطمن الناس وبيخلّيهم إن هم ييجوا يعملوا الحاجة، يعني ما يقولش مثلًا لأ أنا هاجي في مصر فالخامات أقل أو الخبرة لا أقل لا 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 أو خالص خالص الأشعة مش خالص، دقيقة، لأ بالعكس بيبقى اعلى مطمئن. حاجه اعلى حاجه. وزي ما حضرتك قُلت بعد العملية كمان بيلاقي متابعة، فده بالظبط بيزيد اطمئنانه بالضبط، على طول للحالة يعني. معانا على الواتساب ومعانا على التليفون، يعني على طول لو في أي حاجة بيكلموني على طول يمكن دي يعني، ميزة مهمة أوي يا دكتور الحقيقة أنا شايفاها المتابعة يعني. طبعًا. طبعًا أكيد. طيب إحنا عندنا بقى دلوقتي يا دكتور شوية أسئلة بخصوص زراعة الأسنان من المشاهدين، عايزين برضه من خلال إجابات حضرتك نطمنهم عليها. تمام. أول سؤال بيقول لنا بنسمع عن زراعة اليوم الواحد، إيه حقيقة الأمر ده؟ وهل هو للتسويق والّا لأ؟ طبعًا دلوقتي التسويق بقى آه. دلوقتي هايل على يعني هنا في لخبطة إحنا مش المواقع عارفين. الناس إمم، متلخبطة فعلًا، إمم، الناس متلخبطة يعني. فأنا لسه عايز أوضّح النقطة دي ويمكن اتكلمت فيها كتير قبل كده. زراعة اليوم الواحد بنعملها، وبنعملها للفك كامل.
يعني فكره زراعه اليوم الواحد ان انا لو عندي اسنان ملخلخه اه او مكسره او شكلها وحش او يعني فصلت من العظم او اي حاجه، بنقدر ان احنا نخلعها كلها امم ونزرعها في يوم واحد. هي دي امم فكره زراعه اليوم الواحد.